بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقيد درس 13 من دروس شرح متن ابن عاشر رحمه الله. آخر درس كان عن نواقض الوضوء. اليوم إن شاء الله عنوان حلقة اليوم فرائض الغسل، سننه ومندوباته. يتمثل من خصائص الإسلام الطهارة تزدي، ولكن الإسلام في الحقيقة نص على نظافة الجسد المظهر ونظافة المخبر الجوهر. الإسلام إني غادي يزديث غادي قراءة تزديم، أما ذي الصورة نوان، أما ذي ثذر نوان، ذي خام نوان، ذي الحومة نوان، ذي ثذر نوان، ذي ثمذين نوان، وذاغ ذي قولاون. خاطر ما إلا زديث ولاون كي قارن زيك، هناك ما زديث ولاون شبحان وذماون. ما إلا الطهارة نفكا كان القيمة غير طهارة المظهر، وسنفكي رازالي طهارة المخبر الجوهر يخص. لذلك الطهارتان مطلوبتان. والغسل وقي من خصائص داخل الإسلام. إن كان ممكن تلقى إنسان عايش طول حياته جام يغتسل، يدوش، نعم يدوش، يدخل البحر ينظف روحه، هذا مكان. ولكن الغسل كما راه موجود في الإسلام غير احنا اللي عندنا برك، غير احنا. واحد يغتسل يدير الغسل، كان على جنابة يرفع الجنابة. المرأة كانت حائضا كانت نفساء وبعدين تغتسل. لذلك هذه أحكام خاصة بالمسلمين. المقدمة حكمة مشروعية الغسل تكمن في 5 أمور أساسية. 5 أمور. الأمر الأول تنظيف الجسد والتخلص من الروائح الكريهة. ثقي حكمة المعنى يستزدين الصورة بنادم وذا هذيك سكوير الريحة، ولا ما يون ذي الخدمة يخدم لا فلاح نغيون سبورتيف يخدم سبور، من بعد في ذنياك أتيكس سوامان، يعني هذه زيز ديماني. لذلك الماء يجعل ربي سبحانه عز وجل كما قال في سورة الأنبياء الآية رقم 30: وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني أما البنادم، أما التجرة، أما ذي الحيوان أمان سكن القوة بنادم تزدي إلى آخره. الحكمة الثانية تنشيط الجسد وإعطاء الطاقة القوة. هذه اليوم مثلا يا يفشل وكذا يتكسل، ولكن ميك السرد ينشط، خاصة فرذان المسلمين، سواء الغسل بالتنظيم كما سنشرحه بعد حين مرتب، الوضوء أكون دي تسكاكو هذا يريد ذي فسان ذي ذام ذي ذران ذي مزار كذا إلى آخره. بنادم ينشط ويكون عنده الطاقة. في 3 محو الخطايا والذنوب. وثقي حكمة أخرى، يعني يون ما يزيز ديمانيس بس يكسر بالذنوب، لكن يزيز ديمانيس يتيز ديميم ذي الذنوب، يعني أثيزيز دي ربي سبحانه عز وجل وثير زدي يصفى ما شاء الله. في 4 الاستعداد لأداء العبادات كما رنا قالنا على وضوء، ماشي على يعني عندنا طهارة كبرى وطهارة صغرى، الطهارتان. وسبحان الله شوفوا اخوتي، كل واحد يجرب النهار اللي تكون واضي، تكون فعل مسلح كما يقول مسلح، ولا لا تحس روحك بواحد ما شاء الله. كان واحد الله يذكره، يعني نعرفوا كثير من الناس اللي عندهم ما يسمى بالوضوء المستدام، يعني دايما على وضوء، دايما على وضوء. حتى يكون واحد يناديه يقول له يسقي له مثلا يخرج، مستحيل يخرج من الدار بلا وضوء. وعطى له ربي الصحة
خاطر دروك هذه مسألة الصحة، اللي الله غالب مريض ما يقدرش يحكم الوضوء، طبعا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربي قال فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن اللي عطى له ربي الصحة يقدر يحكم الوضوء، وكان اللي يحكم الوضوء من وضوء الظهر إلى وضوء العشاء، وكاين أكثر من وضوء الفجر إلى وضوء العشاء. وخاصة هذه بالنسبة للإخوة اللي رايحين للحرمين، يعني خاصة اللي راح الحرم المسجد الحرام المكة المكرمة معتمرا أو حاجا، يحتاج الصحة نتاعو كثيرا، خاطر يقول لك مشكلة الوضوء، أو كي تدخل الحرم راك تطوف يغسل لك الوضوء، منين يجيب الوضوء؟ لازم تخرج لبرا، يا حسرة خدمة كبيرة. اللي عطاه ربي الصحة يلقى روحه ما شاء الله يدخل وما يخافش، يدخل مثلا الظهر العصر المغرب العشاء كاع يجيبهم بوضوء واحد بلا خوف. ولكن على كل حال نقول هذا فقط بين قوسين، معناه الوضوء الغسل من مقاصده ومن حكمه الاستعداد لأداء العبادات. الحكمة الخامسة نيل محبة الله. ربي قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذه قالها ربي سبحان الله في سورة البقرة في الآية 222 يعني 222. ربي قال إلى القرآن قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، معنى من مقاصد الغسل والطهارة نيل محبة الله. وين يبغى ربي يحمل هذه لي زدي، هذه لي زدي. فقي على كل حال أينهم السلام فقي ذي الحكم نتاع الغسل. ثورة نبدأ يعني في متن ابن عاشر. أولا المتن هو نظم شعر صاغه بطريقة محبوكة، بطريقة منظمة مختزلة. مثلا كيقول لك قصد يحتضر، هذه عبارة قصد يحتضر معناه يتحدث عن فروض أو عن فرائض الغسل. النية فرض ركن أساس، هو ما قالش النية. نقول الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. علاش؟ باش الإنسان يفرق بين العادات والعبادات. واحد يدخل البحر ولا يدوش، هذا يروح يغتسل يدوش، ولكن الغسل لازم يدير النية. ابن عاشر قال قصد يحتضر. ممكن واحد اللي ما فهمش الكلمة يقول لك الاحتضار معناه الموت مش عارف ايه وكذا. لا، هو المقصود معنى حضور النية عند الغسل أو استحضار النية عند الغسل. ميك يروح يوان أذيك الجنابة أذيك خدم الطهارة ثم قران الوضوء أم قران إلى قد يسعو النية أذير النية ذكوليس قصد يحتضر. وهو وش قال بدءا من البيت رقم 79 فصل فروض الغسل قصد يحتضر. طبعا كلام مبني ابن أمث بريكت يعني ذي الحيض أكيد يبنى، ولكن بشكل مركز. من بعد الناد فور عموم الدلك تخليل الشعر. شو المقصود ذاك ذي الفور؟ معنى الموالاة بين الأعضاء يعني بدون إلا المقبول هو التأخير اليسير، ولكن المطلوب هو الفور. معنى الموالاة كما في الوضوء، كما شرحنا مثلا في الوضوء واحد كي يتوضا هذا مر هذا يغسل يديه وبعدين الفمو وبعدين الانفو نزرنيس يميس نزرنيس من بعد الوجه نتاعو وذميس الى اخره. ما لازمش يدير مده طويله بين هذا وهذا، ويزال قال يجي الوقت. الا مثلا الوقت اللي يسير التاخير يسير هذا مقبول. مثلا واحد يتوضا بالروبيني، يتوضا وبعدين حبس الماء، واش يدير؟ ما يروحش يعود كامل، لا يروح يحوس يلقى القاعة ثم القرعة يروح يكمل الوضوء نتاعو.
خاطر الانترفال نقول المده هذيك المده قصيره، المده طولانه، ولا قرا تطول، ولا قرا تطول. مثلا اللي توضى بالماء ما كانش، بعد يروح الحانوت ويشري القرعه لا ماشي هكذا. يعني من مكان الى مكان في الاماكن المتقاربه، يعني الوقت اليسير مسموح. يناد فور عموم الدلك. اشو معنى عموم الدلك؟ بمعنى إمرار اليد على العضو المغسول بلا تكرار ولا ضغط ولا شيء. شو المعنى؟ يسمعنا أمكن السرض ما دوش ذاك تخدم الغسل، يعني أمان إما ذلا دوش هاد الحو نغ أكا سفوس وقد يعمر أفوس أتذفع ذا فوسيك ذا ضاريك ذا قروك إلى آخره. وقيل المقصود عموم الدلك تخليل الشعر. أما هذا الشعر وقرو سواء كان كثيفا أو خفيفا، نغى اللحية يعني ونسعى اللحية ثمر كذلك، يعني يخلل تخليل الشعر. هذه يركض وظانيس يعني عندي شعر باش يعني أمان ذوظا يعني إلى كل الجسد، ما تبقى حتى بقعة غير مغسولة. المدينة وصل لما عسر بالمنديل. مع تميليون هناك عسر ويبضى فوسيس إذا تفضيون فوسيس أثي السيوضاك إلا وان دوري تصوضارا إلا وان زميرا مسكين كويس أش يخدم ذاكيناش وصل لما عسر. خاطر ربي سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني ربي وكل أكثر من تزمرت النار وريو ظهر فوسيك إناك تستخدم تصرفيط المنديل يعني خرقة، بمعنى أتسلخص الدمان من بعد السرح ذاك ساروريك أتطفض مباشرة ماشي ماذا فوسيك هذا أكيد هنا. ونحوه كالحبل والتوكيل مما توكل ميمي ونظنك دي ذاكي ولي بضرب فوسيك الانسان كي السير ذنب كنيس عادي. هذا يعني ثقي البيت رقم 81. من بعدين سننه بعد يوالد يهضر في السنن بعد تفكر تفاصيله أبرد تفكر يعني خلاصة. سننه البيت 82 وما بعده إن سننه مضمضة. ثقي من السنن المضمضة ذقيمي إدخال الماء في الفم مع تحريكه، وبعدين غسل اليدين السر فسنيك بدءا معنى قبل تفضوض الغسل إلى قد السر فسنيك 3 ثيكات 3 بردان، والاستنشاق يعني سل الأنف، وبعدين ثقب الأذنين واقي دغ مصدق بلا مبالغة ولا قربت ما يستقر يعني يزمر ديال ولا هلاك يزمر هذه السبب الهلاك يمانيس ما إلا يتسرى أمان الداخل مزاغيس يعني سواطاس. وبعدين الميد يوضل البيت 84 إن تقديم أعضاء الوضوء قلة ما ثقي كلها سنن. معنى تقديم أعضاء الوضوء يستحب تقديم أعضاء الوضوء على غيرها لشرفها. بعدين قلة ما معناه عدم التبذير في الماء ولا قرب هذا ما يبذر ذكوامان ولو كان هذه الدوش ديال البحر، ولكن يبغي لا التبذير اماكن يكون الدنيا غير نواس الدين النغ الفقه النغ غير الصحفاظ ممكن أن نخدم الاقتصاد في الماء والتبذير لا يصح. وعلى بالكم اللي عنده الوسواس ممكن يدوش بلا سيترنا كامل يدوش بها، وهكذا يبقى الواحد الوسواس واحد الشك. لذلك من سنن الغسل قلة ماء. وبعدين بدء بأعلى ويمين خذهما، بمعنى أنه واحد يبدأ بالأعلى وبعدين يبدأ بالما يمين قبل ما يسر. معنى يبدأ باليمنى، يبدأ بالجهة العليا قبل الجهة السفلى، ويبدأ بالجهة اليمنى قبل الجهة اليسرى، يعني أي فوس يزور أظلم. المديوض البيت 87 يهضرد في موجبات الغسل. إن موجبه حيض نفاس إنزال إلى آخره، بمعنى الحيض بالنسبة للنساء والنفاس بالنسبة للنساء إلى آخره. كل هذا
هذه الأبيات الآن نعطي لكم خلاصة مركزة عن جميع هذه المسائل الواردة في متن ابن عاشر رحمه الله. أبدأ وبالله التوفيق. أولا تعريف الغسل هو تعميم ظاهر الجسد بالماء، يعني إيصال الماء إلى كامل ظاهر الجسد. هذه السيوض فنادم أمان ياكي الصرايس الجسينس غير الجسدينس كامل، ولكن بنية إما نية رفع الحدث نغ بنية استباحة الصلاة. مع انتهى أدنو غلا شو دينا ابن عاشر في النية ذي البيت رقم 79 إن قصد يحتضر ذكره، يعني هذه المسألة هذا الفرض ذكره ابن عاشر في البيت رقم 79 إن قصد يحتضر. أكيد إن قصد معنى النية، يحتضر معنى إحضار النية أو استحضار النية عند البدء في الغسل. وقيل معنى يس مع الدلك وتخيل الشعر، يعني وقيل التعريف يعني عام للغسل. الموجبات لقيت ولا نعودوا ونخدم راه ما كاين يخدم نساي ازوار ديال الفرائض السنن بعد الموجبات نكذا منهجيا نعيد ترتيبها. نبدأ بموجبات الغسل. ذا شري السوضن فنادم باش يغتسل ودني غير هذيك الصلاة دو هذيك الماء دوش هذه زيز ديمانيس وكيفان ما يخدم سبورا وهزيز ديمانيس يسعى في ذي ما يخدم سوق باش يخدم ذي البحيرث كيف عادي. ولكن نهضر في الغسل فقي عبادة من العبادات، لذلك نعيد الترتيب المعلومات التي وردت في الأبيات ترتيبا منهجيا آخر لتيسير إيصال المعلومة إليكم سادتي الأفاضل. ثانيا موجباته. ما معنى الأسباب الموجبة للغسل؟ ذا شو يصوض البلاد ما شو السباث يصوض البنادم باش يغتسل. ثم زواروث الجنابة، ربي سبحانه يدعو إن كنتم جنبا فالطهاروا، الآية السادسة من سورة المائدة. ربي غدينا بأمر رباني إن يشوين اللانس الجنابة إلى يغتسل. ناو دا نحمد ربات نشكر إيمي أقلاق ذين سلمان أتفضيوني عاش دوني ثيس كامل وريسين راك الغسل قياك يسدويش الصح، ولكن الغسل قيو ثيس سينارا ولا حول ولا قوة إلا ربي يهدينا جميعا. إذن الجنابة تعرفوها كامل بلا ما ندخل في التفاصيل. ثقي السبب الموجب رقم 1. والسبب الثاني انقطاع دم الحيض بالنسبة للنساء، يعني ولو نزلت قطرة حيض من المرأة على أن يكون هو الحيض بيقين لا استحاضة، أن يكون حيضا لا استحاضة، فإذا كان هذا الحيض ولو كان قطرة فقي توجب الغسل، لحديث سيدة عائشة رضي الله عنها إمستنا داعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الحديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. إذن انقطاع دم الحيض فقيل السبة في السنة، السبة في ثلاثة انقطاع دم النفاس ذا ثمتوث ما تنفس ما درفو ساعي إذا من ذي الوقتني من المحبس الفلاس إذا من زديث إلى تغتسل باش تزال أتوزو ما يصاد رمضان إلى آخره. تجي السبة ثلاثة. السبة 4 الإسلام. أشو المعنى بالنسبة للكافر أو المرتد الذي كان مسلما ثم رجع ثانية إلى الإسلام. أشو المعنى ما يليون يكشمد ذا كافري ويقلا يكشمد الإسلام يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ذا شرى سنيني
بعد ميك شهد أسنيني ثورة الزيز دي يمانيك يعني هذا سنمل. وطبعا أخذا في الحسبان ظروف هؤلاء المسلمين الجدد، يعني أصبح كان ستاويل واستكثر كل الإسلام ضربة واحدة يكوك، معنى الفرائض كاملة والنوافل والرواتب والحاصل، أم بعد ما ذي الزكاة ما ذي الصيام ما ذي الحج إلى آخره، خاص كان ستاويل يوث ولكن ثقيت تزدي وذي فرحيز السيم تكشف الدين سلم ذا جديد ثورة الزيز دياك إيمانيك شو ظلال محمد رسول الله دخلت الإسلام تجري عليك أحكام الإسلام الآن تطهر طهارة كبرى يتطهر صافي. إذن هذا سبب موجب للغسل، وإن كان بعض الفقهاء قالوا بخلاف ذلك، قالك هو بعد ذلك يعني بعد ما ولا مسلم بعد تجري عليه أحكام الإسلام خلاص، يعني المهم يتوضا وكذا ولو بغير طهارة كبرى. ولكن نذكر ما أكد عليه جماهير العلماء. إذن الكافر الذي دخل الإسلام واعتنق الإسلام. بالنسبة المرتد وين كاين لان ذي سلام من بعد يجي الإسلام يروح شوي قيمة دا النظام من بعد القدرة ربي الهداية ربي يغال ذي سلام. هذا سنيني أتشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وترنوض الوضوء مقران الغسل تغتسل بعد رجوعك إلى الإسلام تائبا مسلما تجري عليك أحكام الإسلام. من بعد ويس 5 أنقروا موجبات الغسل الموت سبحان الله. حتى الذي لم يغتسل في حياته سيغسل الآن لذلك زيك قارني مغارا أو ربي هذه السير ديمانيس هذه زيز ديمانيس قبل السيردن قبل زيز دين خاطر ما لا يمث الميت في يد الغسال شاري يخدم وبجات نسير ذا هناك ذا وهرب هذه الظل قبل الظن فلاس خاطر لنا الغاشو جامي الظن فلاس ما جامي الظل ألا ما يموت الظن فلاس ذاش الظن فلاس صلاة لا ركوع ولا سجود لها، يعني صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة فيها حكمة عجيبة، وكذلك الغسل أيضا فيه يعني حكمة عجيبة. ذكرت المقاصد في مقدمة الدرس، ولكن اللي يروح يحج يعتمر يا أخي يغتسل أو ومن بعد يلبس لباس الأبيض يعني يشبه الكفن. إنك لازم كي يروح يغتسل من بعد يلبس لباس الأبيض يدير يتصور باللي اسمه درك شغل راه يغسل روحه كأنه ميت، وزيد يلبس اللباس الأبيض كأنه كفن. يعني يول ما يروح هذه زيز ديمانيس ما يروح هذه الإحرام هذه زيز ديمانيس تماما ينقي الجسم إلى آخره، وبعدين هذه السيرد إيمانيس يغتسل وذا يسمح فيه هذه مختيه ما كان سينو كان دلو الموثي موثاغ ما كان الموثي موثاغ الساقا السير غيماني، ولكن ما مثاغ يسير ذنويا وهذا لباس الإحرام ذا شبحان السنة يسلسل كفن ذا شبحان وهكذا. لذلك الموت حينما يموت الإنسان يغسل، والحمد لله أن المسلم يرسل إلى الله عز وجل طاهرا أثن الشقاع زديه وهي ضمانة. خاطر ممكن يكون هذا المسلم على غير طهارة، ممكن هو على جنابة، وخاطر الموتى ماناش عارفين ولكل أجل كتاب. ممكن يكون كان على جنابة وبعدين دار حادث سيارة والعياذ بالله ومات. لذلك الضمانة أن نغسلوه نبعثوه القبر نضيف، وهذه نعمة من نعم الإسلام علينا، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ولكن يستثنى الشهيد سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ادفنوهم في دمائهم، يعني شهداء أحد. أمر الصحابة
يعني في غزوة أحد أمر الصحابة بدفن شهداء أحد هكذا، يعني بلباسهم دون أن يغسلوا. لذلك والقياس صحيح، الشهيد لا يغسل. وحكاو لنا الإخوان المجاهدين وكذا شهدائنا في وقت الثورة المباركة، شهيد يدفن هكذا بلباسه وبدمه، سلف سايس ذمنيس أكري قلا بلا ما نسترديت بلا ما استردنت. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع شهداء أحد رضي الله عنهم أجمعين. في كذا إذن موجبات الغسل نمسفهم. ثورة نروح ثالثا فرائض الغسل. الغسل ينخدم يسعى الفرائض، أشرنا إليها في الأبيات التي وردت في متن ابن عاشر. ثم زوالوث النية. ابن عاشر شو دينا؟ قصد يحتضر. قصد معنى نية، يحتضر معنى إحضار واستحضار وحضور النية عند الغسل. إلى قصد النية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والنية من مقاصدها أولا التمييز، ثانيا الجزم والحسم. ما معنى التمييز؟ التمييز بين العبادات والعادات، والتمييز بين العبادات في حد ذاتها. شو المعنى باولي؟ التمييز بين العبادات والعادات، واحد يروح البحر يدوش صافي، واحد يغتسل يدير الغسل رفع الجنابه الطهارة الكبرى، واقي تساردة واقي تساردة، واقي يعمم الجسد واقي يعمم الجسد. ما الفرق بينهما؟ النية. لو كان ولاش النية مشى الفرق ديالست، لازم تكون نية. إذن من مقاصد النية التمييز بين العبادات والعادات. طيب، وكذلك في الوضوء، ممكن الإنسان يغسل أعضاء الوضوء ولكن بغير نية، ولكن ليتوضأ معناه بنية الوضوء، والوضوء عبادة. وكذلك التمييز بين العبادات في حد ذاتها. الظهر والعصر 4 ركعات 4 ركعات، كيفاش نميزوا بيناتهم؟ الميز بيناتهم باش بالنية. هذه ظهر وهذه عصر. اللي يقضي الصلوات مثلا كي يوصل للصلاة الظهر والعصر يقضيهم بهذه النية، يميز بينهما بالنية. الأضحية مثلا، واحد يذبح العقيقة ولا أضحية العيد ولا هكذا يذبح باش يوكل ضيوفه ولا يوكل العائلة ولا صافي، تختلف النية. والنية محلها القلب، ماشي ولا ما تدينا تينطق أديني نويت الطهارة الكبرى. نغد بلي الكلام مدعاة للوسوسة. يون سيمي تمسلاي سيمي يلدي ثبورثي الوسواس، خاطر ذي مسلاي ذي الغسل وذي مسلاي ذي الوضوء وذي مسلاي ذي الظالي ثم كيكون دنيا وينا نويت صلاة المغرب في المسجد الفلاني خلف الإمام الفلاني، يعني زعما باش هذا يغلب الشيطان، هذا يغلب الوسواس. نتساذينا كان يسيقار مرحبا العسلامة أهلا وسهلا. إهمال النية محلها القلب. من بعد حديث ابن عمر كان يغتسل الجمعة والجنابة في غسل واحدة، معناه فيه تفاصيل فقهية. مثلا غسل الجمعة، يعني هل يجوز الجمع بين النيتين؟ الجواب يجوز الجمع بين النيتين. هكذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه. ثورة نروح الفرض والسين، تعميم ظاهر الجسد. صافي النية تمزوالوث في السناث تعميم ظاهر الجسد، هذا فرض إلى قفنادم هذه السوض أمان يكر الصورينس، وكذلك المواضيع الخافية أو المخفية
كيف كلاهما صحيح، مع انتهى مثلا تحت الإبطين ذاكي، كذلك ثقب السرة ذاكي سميث ثيميط بارك الله فيك. ودون أيضا مبالغة، ماشي يولي قرا هذا ثيميط ما منطقة حساسة، ستاوي الكان زيد. وتخليل أصابع الرجلين، يعني خاصة يري ضارا تفذنين إضارا بعد ما يسعدي يعني إفاسنس. الدردير سيدي أحمد الدردير يعني في مختصره هناك: يجب على المكلف غسل جميع الجسد. طبعا الكلام يعني يقوله سواء كان المتن نظما أو نثرا المعنى واحد، يعني تعميم ظاهر الجسد. وثلاثة تخليل الشعر، وقد أشار إليه المصنف صاحب المتن في البيت الثاني، في الشق الثاني من البيت الأول اللي هو البيت 79: فور عموم الدلك تخليل الشعر. ذكر في الفرائض قال: فصل فروض الغسل قصد يحتضر، وبعدين ذكر تخليل الشعر. معنى الشعر سواء شعر الرأس أو شعر اللحية لمن كانت له لحية. لذلك هذا فرض. ولكن اسمحوا لي أن نروح مباشرة. ربي فاتقوا الله ما استطعتم. موش الإنسان يدخل وسواس، هذه قالت فاسيس الشعر هذه السنة هذه ونخدم بشكل عادي تماما، وزرب لي في بالك باللي ربي فاتقوا الله ما استطعتم. النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ولكن قبل ذلك إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما يسد النهي لازم الإنسان ينتهي، ولكن ما يسد الأمر فأتوا منه ما استطعتم، على حسب ثزمر ثنون. وكذلك الأمر بالنسبة للفرض رقم 4 اللي هو الدلك. ايش المعنى؟ معنى إمرار الماء على العضو المغسول هكذا عند صب الماء، ولكن اسمحوا لي من غير تكرار ولا مبالغة ولا ضغط على العضو المغسول. المعني سيون مري يسير في مانيس مري يغتسل أما ذا دوشاكين صار شاشتني، أما سوفو ساكاس كوفيذون نصيف باسانت نظير البحر ندايلا، فبالتالي أديذ قرامان في الصورينس وتيذا سيفاسنيس. هذا وكيوم يقارن دالك الدلكاكي إمرار اللي يدعى الوضوء المغسول، ولكن بلا تكرار. اش الناس بها تكرار ولا قارب هذا ما يتحاول الصورة ديوث ماشي ذو طروت، ماشي خاطر فيك ولا الشيطان يصور لك باللي الظاهر نتاعك شغل ذو الحيضان شتي تنسى عادي بسيط، ارمي شويه الماء ودير هكذا والسلام عليكم عادي بكل بساطه. سمحوا لي يشير كثير الى هذه المعاني، لانه ما كاينش اللي راه يتعذب كما اللي راه عنده وسواس في العبادات. وسواس العبادات متعب جدا، خاطر هذه السيوض فافيس اتشغل العباده حلاوا زيضا فسوسا، اتشغل الزيت فلاس، أذيوغال ميد يسال وقتني أماكن ذا ذرار ذا الامتحان هذه خاطئ. إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرحنا بها يا بلال. معناه بعد العبد الراحة الطمأنينة والسكينة. ويناد في حديث آخر: وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني طمأنينة والراحة والسكينة في الصلاة. إذن الدلك بدون مبالغة. ويس 5 الفرض ويس 5 نقالوا: الموالاة من غير فصل طويل، أما الفصل اليسير فمعفو عنه. المعنيس الموالاة بنادم هذه السير ذي الأعضاء ينس وذفيروا مبلا ما يطول، ولا قال يجي المدة طويلة كما قلنا في الوضوء
نقول الآن في أمر الغسل. ولأن الفقهاء المتن وايض وموالاة كالوضوء، اشبيث مباشرة بالوضوء، ولكن مع القدرة والذكر، ويسقط ذلك مع العجز والنسيان، أخذا في الحسبان ما قاله ربنا دائما: فاتقوا الله ما استطعتم. رابعا سننه. صاحب المتن أشار إلى السنن في البيت رقم 82 وما بعده، قال: سننه مضمضة، غسل اليدين بدءا إلى والاستنشاق، ثقب الأذنين. هذا أشار إليه في المقدمة. ذا شو السنن ثقاذاكي سنن. أولا لازم نديروا في البال باللي هذه السنن مطلوبة، ماشي المعنى مادام السنة بلازم مش يسكرزان. لذلك ما هي هذه السنن؟ أولا غسل اليدين إلى الكوعين، بمعنى بنادم قبل ذي يفاسني يثباسنتني نغذي لا دوش، ما يدوسي لا دوش إلا قال يزور ذيك فاسني قبال هكا، ثقي من السنة. ثلاثة ثقال. ارفعوا الأذان. رابعا سننه. سنن الغسل ثم زواروث غسل اليدين إلى الكوعين، يعني قبل إدخالهما في الإناء، قبل يصير يذهب بلاد من الغسل هذه يصير فاسنس ثلاثة ثقال أثني السير ولو أقل أو أكثر لا حرج. ثالثة المضمضة. المضمضة معنى إدخال الماء في الفم مع تحريكه، بعد ما ذي جرامان داخل قيميس واثني حريك داخل. السنة الثلاثة الاستنشاق في هذه السنن، مع البعد مو تيخدم على الغسل نسي صحة هكا، ولكن لها تيخدم. الاستنشاق معنى جذب الماء إلى داخل الأنف، أولا باستخدام النفس، وكذلك باستخدام اليد اليمنى. أتخدم ذاك سير ضمان وأتجفظ النفسين. من بعد تسفض ويصير 4 الاستنثار معنى طرح الماء باش من الأنف، أيضا بالنفس وكذلك باستخدام السبابة مع الإبهام، يعني نتاع اليد اليسرى إلى لمن كان معذورا يستخدم اليد اليمنى. ويس 5 مسح الأذنين، ثقب الأذنين، سما خي الأذنين، واقي أماكن الدنيا بلا مبالغة. فنادم ولا قارد يجرى من الداخل باسكو المنطقة يوم الزوغ حساسة سونسيبل، يزمر أدوض له ذاك يماني، وشرع ربي يبغى يغتزدي، ولكن وغيفغارا المضرة. ثورة خامسا مندوباته، يعني مستحبات الغسل: إزالة النجاسة الأذى، يعني قبل الشروع في الغسل. فنادم إلا قد يكسك النجاسة دلات قبل ذي فذو الغسل. علاه يقول لك ليقع الغسل على أعضاء طاهرة. شوف سبحان الحكمة، باش تفضيض الغسل في الصورين زديا هكا. والسين المستحب الثاني غسل أعضاء الوضوء أكملات جميعا قبل الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها في بيان صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. نشهدنا أنه توضأ كما يتوضأ للصلاة، فكي مستحبة. حديث عائشة ثنيا غيد النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الغسل ينس إنه قبل أن يخدم الغسل أذياغ الوضوء عادي، الوضوء إنسان يصلي كيف، ولكن في حديث ميمونة ذا شدنا إنك يتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. يعني حينما نجمع بين حديثي أم عائشة وميمونة رضي الله عنهما، أن تساغ الشواء يا إما أتساغ الوضوء ما عدا يظهرنيش خاطئ جيت نديم قورا النغ ميم يظهرنيش تسكين هكذا أكن تخدم ديالها، وثقي مستحب. وثلاثة تقليل الماء من غير يعني تبذير. بنادم ولا قرا
هذه تحاول امان غادي بذر امان. ويس 4 التزام الصمت، ما لا يروح يدوش يعني يغتسل الغسل الى قاد يستسم الا لرد السلام. مثلا لو كاين السلام عليكم ناض الخامه دين دات لي غنساق لكم كان الفلاني اعطيهم الخبر وراك. نغ لتشميت العاطس سمعت واحد مثلا عطس تقول له يرحمك الله. نغ لطلب الماء يكفي شوامان طلب الماء امان كفان اطلب الماء الناس رنو في دمان هكذا الى قد لي السبع. ويس 5 غسل اعلى الجسد، اعلى الجسد قبل اسفله، يعني الزوار السفلى قبل كسار. ويس 6 غسل الميامين قبل المياسر، بمعنى فلاد ما ديزيو الجاثا يفوست مثل في قرويش من بعد الجاثا يفوست ابري الجاثا زلمط الجاثا يفوست كامله المداكي من بعد الجاثا تزلمط ابرو غا يفوست ضاريش كامل امصادي كذا وكذا ضاريش اكو الجاثا زلمط هكذا. ويس 7 يعني انقروا التشهد والدعاء، يعني دين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الحديث اخرجه الامام الترمذي رقم الحديث 55. وسمعنا في مقدمه الدرس ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني تنسجم السنه مع القران الكريم. تدعو الله عز وجل ان يجعلك من التوابين وان يجعلك من المتطهرين، تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حينما رجعنا الى كتاب الاستذكار لابن عبد البر في الصفحه 60 قال العلماء مجمعون ايضا، هكذا قال اي العلماء مجمعون ايضا على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنوب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الأسوة الحسنة. الآن في الخاتمة تعميم للفائدة، هذا الكلام غير مذكور في متن ابن عاشر ولكن نذكره تعميم للفائدة. ما تمنعه الجنابة، يعني يمارس الجنابة، هذا شنو الممنوعات؟ قائمة الممنوعات. أولا جميع ما يمنعه انتقاض الوضوء، يعني ما يمنعه انتقاض الوضوء تمنعه الجنابة. مثلا الصلاة أزمات الزلط مساعدة طهارة، وكذلك الطواف حول البيت العتيق. النبي عليه الصلاة والسلام ينادي إنما الطواف بالبيت مثل الصلاة، مثل الصلاة. هناك روايات أخرى الحديث. وبعدين دخول المسجد، والناس الجنابة ما يدخلش المسجد إلا للضرورة، إلا للضرورة، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وكي حديث أخرجه الإمام أبو داود إلا للمضطر. ناخذ خدام يوندا خدام يفغي الشم يسعى السبة سارك الشم الجامع غسل الجنابة. واستثنى قراءة القرآن، ممنوع قراءة القرآن للجنوب، ولكن هناك استثناءات. الاستثناءات مثلا إما للإفتاء، يفتي لازم يجيب الدليل، حتى كي يكون بالجنابة يقول قال الله تعالى ولا حرج عليه. شوف عظمة الفتوى الله يبارك. والرخصة الممنوحة للمفتي والمستفتي أيضا قد يسألك عن معنى آية مثلا ما الذي. وكذلك في أثناء التعليم يعلم يهلا وهو على جنابه، يقول مثلا اقرأ من سورة الكهف من الآية كذا الآية كذا بالأرقام، لازم يقرأ الآية، لازم يقرأ الآية يعني لخطرة التعليم. وكذلك للمرأة ولا للرجل، وكذلك للرقية الشرعية أيضا. إذا كان واحد هو يدير رقية كان في حالة لازم يدير رقية يديرها ولا حرج. وكذلك للتحصين بالأدعية، الإنسان كيدعو يدير أذكار الصباح وأذكار المساء ويذكر من آي القرآن باش يتحصن أيضا، فهذا أمر مباح. استثناءات تؤكد القاعدة ولا تدحض فيها. ما تمنعه الجنابة. وصار 4 دخول الكافر المسجد.
كافر ما يدخلش. يا أيها الذين آمنوا إلى آخر الآية، التوبة، بسورة التوبة الآية 28. ولكن يستثنى من يرجى إسلامه. إذا كان واحد غاس كافر نجيبوه للجامع لمحاورته يرجى إسلامه، أيضا يجوز له هذه ممنوعات الجنابة. لذلك نأتي ووصلنا إلى نهاية الدرس. الدرس القادم إن شاء الله يكون حول موضوع التيمم إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله.